تعالوا النهارده نعمل الأكلة المصرية المشهورة بتاعة كل بيت مصري، البطاطس بالفراخ، الأكلة المشهورة اللي ما فيش بيت أبدًا يزهق منها، أنا لو كل يوم كلت بطاطس بالفراخ والله العظيم ما هازهق أبدًا، هنعملها بطريقة سهلة وجميلة، هتاخد منِّك بس ساعتين في التتبيل، محتاجة بس فراخ تتبل منِّك ساعتين، هتطلع منِّك أحلى صينية بطاطس بالفراخ مع شوية رز بالشعرية، لو أنتِ مستعجلة، لو أنتِ في رمضان قبل ما كده بعد ما تيجي من الشغل أو أول ما تصحي من النوم هتتبلي الفراخ، تقطعي البطاطس، عملتِ أحلى غدا في الدنيا. مع شوية رز. يلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. مبدئيًا هاحتاج طماطم علشان أنا مبدئيًا عايزة أتبِّل الفراخ بتاعتي، طماطم وبصل ويُفضّل بصل أحمر وفصّين توم، ده للفرخة طبعًا، يعني بصلاية وطماطماية وفصّين توم وفلفل أخضر، وأنا باحب أحُط يعني شوية فلفل حراق كده في النُص، مش عايزة ما تحطّيش، نضربهم كده ضربة كويسة أوي كده بالكَبّة، وبعدين أحُط عليهم معلقتين كاتشب، الكاتشب بيدّي طعم جميل أوي للتتبيلة عشان فيه خَل وفيه سُكّر. حطيت معلقتين كاتشب كده زي ما أنتِ شايفة، وبعد كده ملح، فلفل، طبعًا الملح والفلفل يبقوا حلوين، وشطة، أنا باحب الشطة يا جماعة، ممكن تستغني عن الشطة بالبابريكا، وشوية زنجبيل، وشوية قرفة، وبعدين باحط معلقتين من الزبادي، عشان أنا طبعًا متبلة فرخة واحدة فحاطة معلقتين، ومعلقتين زيت، الزيت بيطري الفراخ جدًا، والزبادي بتعمل طعم بيطريها وبتعمل طعم جميل جدًا في الفراخ، كده أنا خلصت التتبيلة بتاعتي، التتبيلة ريحتها جميلة جدًا، ابتدي بقى أجيب الفراخ وأحطها في التتبيلة. قبل ما احط الفراخ يا جماعه احاول كده اشرطها بالسكينه عشان تشرب التتبيله اسرع عشان لو هتتبليها ساعتين مثلا لأ ما تاخدش منِّك وقت. أنا يا جماعة باتبّلها واسيبها في التتبيلة، لو أنا مستعجلة باحطها برّه التلاجة كده على الرخامة باغطّيها واحطها على الرخامة لمدة ساعتين وبعدين احطها في الفرن. أنا النهارده عاملاها هاشيلها في التلاجة لتاني يوم، وطبعًا أنا أُفضّل كده إنها تتشال في التلاجة لتاني يوم، يعني لو أنتِ عاملاها الغدا تاني يوم تبّليها بس بالليل التتبيلة هتاخد منِّك 10 دقايق، وتحطيها تاني يوم تطلّعيها. تاني يوم طلّعتيها من التتبيلة أنا بعد ما باطلّعها بارُش عليها ليمون واسيبها كده ساعة تهدى على الرخامة، أنا زي ما باقول لكم أنا كده باسيبها يعني تهدى، الليمون بارُشّه قبل ما تدخّلها الفرن بساعة كده، عشان مش باحب طعم الليمون يبقى زاعق فيها، وبعدين أجيب بصلاية كده أبشرها وأحط عليها ملح بفلفل، وأجيب البطاطس بتاعتي أنا جايبة 3 بطاطسات أو 4 مقطّعاهم كده في صينية كبيرة صاج كبير، أنا ما باحبش البطاطس تبقى رقات كتير عشان تستوي بسرعة، وتبقى مقرمشة كده وحلوة، أدعّك بقى البصلاية كده بالبطاطس، بصلاية بس، ملح وفلفل وبصل بس، وأجيب فلفل رومي كده أحطه في الصينية، أنا باحب الفلفل لو عايزة تحطي فلفل حراق حطي، طبعًا في ساعات ناس بيحطّوا بهارات كده، بس أنا زي ما باقول لِك دي أبسط طريقة، معلقتين زيت تنشريهم مع البطاطس، بس خلاص حطيت بطاطس بالبصلاية المدعّكة، شوية فلفل، وحطيت الفراخ وأدخّلها الفرن، هتقعد من ساعة لساعة ونُص، أهم حاجة أجيب بقية التتبيلة أرشّها على الفرخة بتاعتي عشان الفرخة ما تنشفش، الزيت اللي فيها مع الزبادي هيطريها، وأدخّلها الفرن على درجة حرارة كده 200 هتقعد من ساعة لساعة ونُص، عندِك فويل وعايزة تغطّيها غطّيها، مش عايزة تغطّيها سيبيها كده هتبقى زي الفل، أهي البطاطس بُصّوا دايبة إزاي، والفراخ ما شاء الله دايبة وشاربة التتبيلة، سهلة جدًا، هتحطّي الفراخ على البطاطس وتدخّليها الفرن، أسهل أكلة في الدنيا وأحلى أكل، إن شاء الله هتجرّبوها بالتتبيلة البسيطة دي وإن شاء الله هتعجبكم، وبالهنا والشفا، ولو في أي حاجة أو حاجة ما ضبطتش منكم اكتبوا لي في التعليقات وأنا هارُد عليكم، إن شاء الله الوصفة تعجبكم، بالهنا والشفا.